السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله كده بقى نغسل مع بعضينا. عندنا روتين للفريزر بتاعي. هوريكم طريقة غسيله ازاي، واللي انا او بغسله ازاي، المكون اللي انا بحطه عليه ازاي عشان اغسله. هنغسله كده مع بعضينا، وهنوريكم ايه الغدوة بتاعتنا النهارده، خفيفة كده وسهلة، وان شاء الله ايه ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. زي ما انتم شايفين كده، شلت الادراج بتاعتي وبغسله كده بالصابون. بمسك الادراج كده كلها مع حبة سلك كده، وتحت الحنفية بحبة صابون، واغسلها واسيبها تتصفى. وبعد كده بقى ايه، باخدش على الديب فريزر بتاعي، بمسكه اغسله، بس ما بغسلوش الصراحة لا بمية ولا بسلكة ولا الحاجات من دي، لان انا كنت بمسك التلاجة بتاعتي اغسلها بالمية والسلك والكلام ده، فايه يعني اتبهدلت مني، البرومة كلتها مني. فالديب فريزر انا محافظة عليه شوية، وبعدين ايديا فيه على طول يعني. كل مرة كده هنبدأ نعمل مع بعضينا كده روتين كده، تلاجة، ديب فريزر، مطبخ، أوضة نوم. هوريكم كل حاجة ايه مع بعضينا هنعملها ازاي في الروتينات اللي جاية ان شاء الله. هنروق كده ترويقة اللي هي بتاعت رمضان كده، وكل سنة وانتم طيبين. هنا زي ما قلت لكم غسلت الدرج، اغسل الادراج كلها بتاعته واسيبها ايه تتصفى. وبعد كده ايه هنخش على الديب فريزر بقى، هوريكم ايه هنغسله ازاي. ده كده الدرج التاني، حطيت فيه زي ما انا ما قلت لكم كده حبة صابون وسلك، وهغسله برضه نفس النظام. هخلص كده معاكم الادراك بقى، وهوريكم برضه هنعمل ايه. معلش الباب كان بيخبط بقى، وبنتي كانت لسه جايه من الدرس. هنا كده خلاص هنخش بقى على الديب فريزر. معايا هنا في البخاخه دي كلوركس الوان، حبه خل وحبه ميه، برش على الفريزر كده. وبحته كده بفضل ايه امسح بيها زي ما انتم شايفين كده، من جوه كده ومن بره ومن فوق الديب فريزر ومن الجناب بتاعته والباب بتاعه كله كده. بفضل ايه امسك البخاخه بتاعتي دي، افضل ارش عليها كده اهوت في قلب الفريزر كده، من جوه ومن بره زي ما قلت لكم. وبمسك الحته بتاعتي دي، الفوطه بتاعت دي فوطه نضيفه، انا يعني مخصصاها للفريزر والتلاجة والحاجات دي. بمسح بيها بقى كده زي ما انتم ما شايفين. في تراب، في اي حاجه، في اي حاجه كانت مدلوقه مني، اي حاجه واقعه مني ولا حاجه، فايه الكلوركس والخل ايه بينضف اي حاجه. وفي نفس الوقت ايه ما بعملوش بميه زي ما قلت لكم كده ولا اي حاجه، عشان ايه ما يبص. هنا برضو ايه كان عند الباب برضو، اللي انتوا شايفينه دوت ايه يعني، ده خدش في قلب الباب من قدام، مش حاجه يعني. كده الديب فريزر بتاعك نضيف كده خلاص. هبدأ ارص بقى فيه ايه الرفوف، عشان ايه الرفوف ديت عشان احط فيه الادراج. هرص الرفوف كلها، وبعد كده احط الادراج، وبعد كده بقى ايه هرص انا كده بقى مع نفسي. وبعد كده نخش بقى ايه هنشوف النهارده هنعمل بقى ايه اكل، ايه بقى اكله كده خفيفه سريعه سريعه، عشان كان ورايا ايه حبه حاجات تانية كنت عايزه اخلصها بسرعه. فهنعمل بقى مع بعضنا ايه الاكله الخفيفه السريعه دي. كده رصيت الادراج بتاعتي كلها. معايا هنا بقى ايه نص كيلو من الكبد والقوانص. انا فاصله الكبد لوحدها والايه والقوانص لوحدها، مغسوله كويس جدا ومنقوعه في المحلول بايه بتاعها. انا بحب انقعها كده في المحلول، ايه حبه خل مع حبه ملح مع عصره ليمونه كده، واسيبهم منقوعين شويه، وبعد كده ايه اشيلها اغسلها تاني واسيبها تتصفى ايه عشان لو فيها دم ولا اي حاجه. هنا زي ما معايا في الطبق دوت معلقتين كده هوت من الخل، ومعلقه من التوم، حبه ملح، ومعايا كده هريسه ايه من الشطه، عشان احنا بنحبها سبايسي شويه. هنزل كده هنا بمعلقه او معلقتين، وبقيه الكميه هنزل بقى ايه في الطبق التاني. هقلب الطبق اللي هو بتاع الكبد، وبعد كده هقلب بقى الطبق بتاع الكبد بتاع قصدي القوانص، وهسيب الاتنين كده شويه، يعني ايه بمعنى اصح يتبلوا بتاع دقيقه كده او دقيقتين، عقبال ما اجيب الطاسه بتاعتي وانزل فيها بحبه سمنه او حبه زيت. وهوريكم خطوه خطوه هنعمل ايه دلوقتي. هنا كده كنت قلبت القوانص ايه وسبتها. معايا هنا طاسه فيها حبه زيت، هنزل بايه بالقوانص الاول، لان القوانص بتاخد وقت ايه عن الكبده. الكبده بتستوي بسرعه.
انما القوانص بتاخد وقت شويه في الايه في السوا. هفرد كده القوانص بتاعتي في قلب الطاسه، ومش هقلبها كتير عشان ايه، انا مش عايزاها تنزل ايه الميه اللي فيها والسوائل اللي فيها. انا كده عاملاها على نار عاليه، هركنها كده على جنب. ومعايا هنا كده بصل مقطعاه حلقان او جوليان اللي انت عايزاه. انا هنا كده البصل بتاعي مقطعاه كبير زي ما انتم شايفين كده، هنزل بيه في الجنب التاني. عايزه البصل ياخد من طعم ايه القوانص. هسيبهم كده شويه، وبعد كده ايه لما احس ان ايه ان القوانص اتشوحت والبصل بدأ برضو معايا ريحته تطلع، اهو ايه مقلبهم في بعضهم كده تقلبتين. وبعد كده ايه هتخرهم شويه وانزل بايه بيهم بايه ببقيه الكبد اللي معايا. بس اسيبهم شويه كده مع بعضهم شويه يتشوحوا. وبعد كده زي ما قلت لكم هنزل بايه بالكبده بتاعتي اللي باقيه معايا. انا هنا كده كنت بقلب فيهم. هنا بقى كده اتشوحوا معايا، يعني هتخرهم كده في جنب لوحدهم. وبعد كده ايه هنزل برضو ايه بالكبد بتاعتي برضو ايه تتشوح زي ما قلت لكم كده، عشان عايزه ايه الطعم كله ايه يبقى واحد، والتسويه كلها برضو تبقى واحده. انا كده نزلت بالكبده بتاعتي اهي. هنا كده خلاص بقى الكبده بتاعتي كانت ايه اتشوحت شويه، هقلبهم بقى كلهم في بعضهم كده زي ما انتم ما شايفين. وبعد كده بقى ايه هنزل بقى ايه بالتوابل بتاعتي او الفلفل بتاعي او الطماطم بتاعي اللي انت عايزاه تحطيه حطيه. عايزه تحطي فلفل، مش عايزه تحطي فلفل خالص وهتكتفي بالبصل اللي انت حطاه دوت زي كده هوت، زي ما انا ما حاطه بصل عادي. عايزه تحطي فلفل الوان فلفل اخضر طماطم بس اللي انت عايزه حطيه. انا هنا كنت مقطعه طماطميه كده زي ما انتم ما شايفين، نزلت بيها برضو كده بعد ما تشوحوا مع بعضيهم. وبصوا كده الميه بتاعتهم بقى خلاص كده، انا هفضل اشوح فيهم كده لغايه ما الميه دي تنشف. مش عايزه الكبد ولا قوانص يبقى فيها لا ميه ولا فيها سوائل ولا فيها اي حاجه. معايا هنا فلفل رومي وفلفل اخضر وفلفل احمر، هنزل كده بيه. وفلفل اصفر برضو معايا هنزل كده بيهم على الكبد والقوانص بتاعتي. وايه واسيبهم يتشوحوا شويه كده يستووا من بعضهم، عبال ما نروح ايه نعمل بقى حبه مكرونه محمرين وحبه سلطه، ونشوف بقى ايه اكلنا هيبقى عامل ازاي النهارده. هسيبهم كده بقى. معايا هنا حبه فلفل اسمر، ومعايا حبه باين كزبره، وخلاص على كده مش هحط توابل تاني. هديهم تقليبه كمان كده، وبعد كده ايه هسيبهم بقى. هنا بقى معايا نص كيلو من المكرونه او كيلو الا ربع من المكرونه كده كنت محمراه. برضو حله فيها حبه زيت او حته سمنه، ونزلت بالمكرونه بتاعتي فضلت اقلب فيها شويه كده اهوت لغايه ما تاخد اللون اللي هو معانا دوت. وهنزل بعد كده بيها ايه بالميه اللي عندي او الشوربه اللي انت عايزه تحطيه وبس. هنا نزلت بمعلقه ملح، عايزه بدل تستغني عن معلقه الملح ديت وتحطي مكعب مرقه دجاج حطي، مش عايزه تحطي وتحطي ملح براحتك. انا هنا كده هنزل بالميه بتاعتي وهسيبها ايه وغطيها، يعني غطي الميه المكرونه كده بالميه بتاعتي زي ما انتم شايفين. وبعد كده هغطيها بالغطا واسيبها بقى ايه تستوي ايه مع نفسها. هنا خلاص بقى كانت الايه الكبده بتاعتنا خلاص بقى. بصوا الميه بتاعتها يعني خلاص قربت تنشف منها ازاي، بصوا شكلها بقى عامل ازاي. هنا المكرونه بتاعتي كنت سايباها خلاص كده استوت. معايا هنا بقى السلطه طماطم فلفل فلفل الوان فلفل اخضر، معايا خيار معايا خضره اللي كنا مفرزينها مع بعضينا، ومعايا بصل ومعايا ليمون. اي حاجه عندك في التلاجة حطيها، جزر عندك مبشور عندك اللهم صل على النبي بنجر، وعايزه تحطي عليها بنجر برضو حطي. هنا كنت بوريكم اروح بقى ايه اقطع الفلفل ده وارجع لكم. عايزه تحطي بقى بنجر زي ما قلت لك حطي، اي حاجه عايزه تحطيها حطيها. يعني طبق السلطه ده
بيبقى شامل اي حاجة، بيبقى طعمه حلو اصلا. ادي الليمونة بتاعتي بعصرها، خلصت كده. الخضرة اللي كنت مفرزاها معاكم حطيت منها حبة اهيت. هعصر الليمونة، يعني ما بحبش اعصر الليمونة بالبتاعة دي اصلا، بحب اعصرها بالسكينة كده، بحس ان الليمونة بتنزل كل المية اللي فيها لما بعصرها بالسكينة. انما بالبتاعة دي ما بحس ان هي لسه الليمونة ايه، ما اتعصرتش حلو معايا قوي. حبة ملح هنا وحبة فلفل اسمر. عايزة تحطي حبة كمون حطي، عايزة تحطي حبة كزبرة حطي، بس انا اكتفيت بالملح والفلفل بس. هنا السلطة بتاعتنا خلصت، والمكرونة بتاعتنا استوت، والكبد والقوانص بتاعتنا استووا. وهنغرف بقى الاكل، وتعالوا كلوا بقى معانا. وادي شكل اكلنا بقى النهارده بعد ما اتغرف. يا رب اكون عرفت النهارده افيدكم بحاجه، او فيديو النهارده يا رب يكون ايه عجبكم، واكون خفيفه على قلوبكم كلكم. ولو اول مره ما تشوفيني ما تنسينيش باللايك والشير والسبسكرايب، عشان يوصل لك كل جديد مني. وعايزه لايكات كتير يا جماعه، عشان اللايكات اللي بترفع الفيديو. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.